يا ابن اللعيبه، جول 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 جول. شفتي؟ شفت خلاص بقى. هو ايه اللي ايه ده؟ انا مش عارفه حاله الهطل اللي بتحصل لكم وقت الماتشات دي ايه. مالكم مش كفايه مشترك في بي ان سبورت ومضيع فلوسنا على الهيافه؟ هطل مالنا؟ عبيطه انتي ولا ايه؟ ده كاس العالم ياما، كاس عالم، غير انه اول مره يتلعب في دوله عربيه وكمان قطر. الكلام معاكي غير مجدي اساسا، انتي مالكيش محل من الاعراب في الكوره. انتي عارفه الكوره مدوره ولا مربعه؟ مدوره، بس ايه يعني؟ ايه اهميته يعني؟ طب اقفلي الصوت ده بس لو سمحت عشان معصبني قوي، ونتكلم مع بعض كده بالراحه عشان ما نخسرش بعض. اهو شويه لعيبه بيجروا ورا الكوره وواحد بيحجز بينهم، لكن مثلا الاولمبياد الطف والذ ومتنوعه وفيها العاب كتير قوي يعني. احنا بنقول لكم حاجه يعني لما بنشوف مسابقات ملكات جمال وكلهم واقفين حاطين يعني ما تسيبين. ما انتوا عندكم كمال الاجسام وحاجات غريبه. ما علينا، ما تدخليناش في مواضيع. احنا دلوقتي انا عايز اتفرج على الماتش، انت عايزه ايه دلوقتي؟ سيبيني اتفرج على الماتش. وبعدين ده كاس العالم يعني كل 4 سنين، حدث كبير مش زي اي ماتش عادي. انت عارفه كميه المفارقات اللي بتحصل في كاس العالم؟ طب ما برضو الاولمبياد كل 4 سنين، وبرضو في حاجات لذيذه وغريبه وجميله كده. بس طبعا كل الرجاله هيقولوا زيك كده، انا عارفه طبعا، وهينزلوا يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس عشان يشوفوا عجب العجاب في كاس العالم. طبعا الستات يا عيني هتكتفي بعمل لايك ويصبروا ويحتسبوا لحد ما الغمه دي تزول. ماشي يا ست. طب عشان انا بحبك وبحب الناس اللي بتتفرج علينا، هقفل الماتش وهقول لكم على شويه حاجات جميله. 1 2 3 come on. أغرب الأحداث. سنة 1930 أول بطولة لكأس العالم شارك فيها هيكتور كاستر لاعب منتخب أورجواي وهو إيده مبتورة، متخيلة؟ وسجل هدف، وآخر هدف في نفس البطولة باسمه، وبلده كسبت أول كأس عالم في التاريخ. ده غير ان الحاج هتلر كانت بلاويه كتيره. في كاس العالم سنه 1938 رفض ان النمسا تشترك باسمها بعد ما كان ضمها لالمانيا رغم انها تاهلت للبطوله، ومره اغتال لاعب رفض الانضمام لمنتخب المانيا. ده غير انه كان السبب في الغاء بطوله كاس العالم من اساسها، كانت هتقام في المانيا. والله في الخير. انا لو موجود كنت حلقت له شنبه اللي محيره اللي في النص ده. ولا اسمعي دي، في سنة 1950 أخيراً بعد ما تأهل المنتخب الهندي للبطولة وكانت فرصة ذهبية ليهم، لكن الأصل غلاب، اللعيبة عاوزين يلعبوا حافين. وطبعاً الاتحاد رفض إنهم يلعبوا حافين، صح ولا إيه؟ أيوة، وانسحب الفريق تماماً رغم إن الفرصة المنتظرة الحافين قال إيه بيلعبوا في الحارة؟ غريبة والله ده. أنا عارفة إنه في مرتين اتسرق الكاس ولحد النهاردة ما يعرفوش راح فين، ومن ساعتها بيعملوا 3 نسخ. يعني لو اتسرق عادي بقى مش فارقة، بس يعني تفتكري اللي هيسرق كاس العالم ده هيسرقوا ليه؟ ده حاجة رمزية يعني. هي حاجة قيمة يعني. أنا مش متخيل اللي سرق كاس العالم ده هيحطه مثلا في بيتهم ولا هيعمل بيه ايه. بص الكاس ده انا سرقته في كاس العالم سنة يعني مش بدل كسبته، انا سرقته. شيء عجيب بصراحة. طب انتي عارفة ان سنة 82 لما كانت البطولة في اسبانيا ايطاليا كسبت المانيا الغربية على رجل اللاعب باولو روسي، واللي خرج من السجن في نفس السنة وسجل 6 أهداف في اخر 3 مباريات في البطولة. تقريبا اللعيبة كانت خايفة منه وبتوسع له الطريق. لا، وسجل الهدف الأول في المباراة النهائية ورجع السجن تاني. لا بهزر. ياه. طب فاكر سنة 2014 المدافع الإيطالي جورجيو كيليني صرخ ورفع التيشيرت وبين كتفه للناس عشان لاعب الأورجواي لويس سواريز عضه في وسط الهجمة؟ مش بقولك هطل وجنان؟ ايه ده؟ في الأولمبياد بقى كمان أحداث كتير ولقطات مضحكة وساعات مؤلمة بس كوميدية بصراحة. أنا مش عارف بقى يعني الناس ليه بتضحك لما حد بيقع وقعة مؤلمة جدا أو بيحصل له موقف مؤلم جدا. إحنا ليه بنضحك؟ إحنا مصريين كده. مش مصريين، ده العالم كله بيعمل كده. دي حاجة بجد يعني. أنا وقعت ودراعي مثلا اتكسر والناس ده على فكرة بجد. يا عم هنعمل إيه في البشر؟ طيب هما كده. اللقطات دي أنا مش عارفة أقولها زيك كده بالتواريخ والأماكن، لكن مثلا واحدة تقع من
منها باروكتها والله. واحدة بقى تانية شعرها يتشبك في دراع شريكها في الرأس التوقيعي في التزحلق. يعني ايه ده؟ تزحلق على الجليد. ستات بتوع مشاكل طول عمركم. لا والله، ورجالة كمان على فكرة. يعني ده في فريق فلبيني بالكامل نطيته في حمام السباحة، كلها كوميديا سودا. 2 عدائين في وسط السباق يلفوا بالعكس، وناس تقع وتوقع بعض وحاجات من دي كتير قوي. لا يبقى النقطة دي لكأس العالم يا حلو، لحد ما تعرفي تقوليها لي بالتفاصيل زي كده. 1-0. ماشي، طب يلا نتكلم على عدد المشاهدين. ماشي. انت عارفة ان عدد مشاهدين كأس العالم في سنة 2018 لما كان في روسيا كان كام؟ كام؟ 3.572 بليون. متخيلة؟ واو، كتير قوي. يعني أكتر من نص سكان العالم. ده غير 309.7 مليون شافوه على الديجيتال ميديا، والنهائي شافوا 1.12 بليون مشاهد. لا ولسه بقى اما نشوف نهائي السنة دي ونشوف الجمهور العربي كان تأثيره ايه. ده أظن مفيش حد في قطر مش بيروح الماتشات. لا بس كده الأولمبياد تكسب في 2016 لما كانت في ريو دي جانيرو وسجلت المشاهدات 3.6 بليون مشاهد. ولأن من وجهة نظري تنوع الرياضات بتجذب كل الناس، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه، وكل رياضة ليها سحرها وقوة جذبها. كلام أظن النقطة دي للأولمبياد بالظبط. 1-1. المشاركات في تصفيات كأس العالم 2018 مثلا اشتركت 209 دولة، وطبعا بعد التصفيات نزلوا ل 32 فريق بس اللي وصلوا لروسيا للمشاركة في النهائيات بتاعة كأس العالم اللي استمرت شهر. بيسمح لكل فريق ب 23 لاعب في الفريق بمجموع 736 مشارك فقط. طب مجموع بقى المشاركين في الأولمبياد 2016 مثلا 11.238 رياضي من 207 دولة، ده غير الآلاف من المدربين والمسؤولين اللي مع الرياضيين. طبعا كده الألعاب الأولمبية هي بالتأكيد الفايزة في النقطة دي. 2-1 للأولمبياد. الترتيبات. بالنسبة لنهائيات كأس العالم، الدولة المضيفة بتنظمه في أكتر من مدينة من مدنها، وبتنتشر البطولة على عدد قليل من الملاعب. فمثلا نهائيات كأس العالم 2018 كانت على 12 ملعب في 11 مدينة روسية، وبتستمر البطولة لمدة شهر تقريبا، وممكن يوم المباراة يبقى فيه 2 أو 3 مباريات. بس ده على عكس مسابقات الألعاب الأولمبية إلى حد كبير، يعني بيبقى في مدينة واحدة بس، إلا الألعاب اللي بتحتاج لظروف محددة ممكن بيتم استضافتها خارج حدود المدينة، وعشان كده لازم يبنوا عدد كبير من المرافق الرياضية عشان تستوعب المسابقات. فمثلا بالنسبة لأولمبياد طوكيو كان لازم يبقى فيه 33 مكان في جميع أنحاء اليابان عشان يستخدموها في 33 تخصص رياضي. يعني بصراحة الموضوع مجعلص قوي. احنا هو كام ملعب وهبطي كابوش، يلا خلص الكاس العالم خلص. حوار كبير. عارف كده من الناحية اللوجستية، يعني الألعاب الأولمبية بتكون متطلبة ترتيبات أكتر بكتير من الدولة المضيفة، على الرغم من إنها هتقام في مدينة واحدة بس. هو أنتي مالك بقيتي بتتكلمي لغة عربية فصحى فجأة كده؟ لا، هو السكريبت جاي كده يا اسطى. طيب خلاص ماشي. حسنا، فلنذهب جميعا إلى الجحيم. فكده ترتيبات كأس العالم أسهل بكثير، والنتيجة تكون 2-2. طب المغناطيس ايه؟ مهم يعني. وهنا يكمن مربط الفرس، حاجة كده مش ملموسة، حاجة تتحس وما تتقلش. لا ثانية بس، احتفالات الأولمبياد مبهرة على فكرة وعظيمة وشخصياتها كتيرة. بغض النظر عن ان حضرتك ونانسي عجرم قطعتوني، لكن مش كل الناس مجتمعة على نفس اللعبة. متخيلة؟ هي كورة مستديرة ساحرة مستنيرة، يعني اللي مهتم بالجمباز واللي مهتم بالجري واللي مهتم بالسباحة، يعني دي حاجة واحدة الناس كلها مجتمعة ان هي بتتفرج عليها. انت متخيلة كاس العالم كم دولة مشاركة؟ في كم واحد في العالم بيتفرج؟
الموضوع كبير قوي على لعبه واحده. اما في الاولمبياد مجموعه رياضات صغيره متعدده بيتحمس ليها ناس كده مره كل 4 سنين كده، لا مؤاخذه يعني. بصي من الاخر دي الرياضه رقم 1 ليها مشجعين مهاويس بيسافروا ورا فرقهم. ده في ناس بتسافر ورا لعيبه معينه وده من زمان، بيليه، مارادونا، رونالدو وميسي. ودينا جبنا في جون ميسي اتهزم يا منز، وتلاقي بقى قمة الدراما مع كل جون ضاع، او جون جه وحياتك، ويقعدوا يحللوا زي جه وما جاش ويتكتكوا كأنهم المدربين واللعيبة والحكم كمان. انا بحب الكوره وكل حاجه، بس اللي انا مش فاهمه يعني خلاص الماتش خلص، لاقي بقى كده ايه 4 رجاله قاعدين ببدل قاعدين بقى ايه يحللوا حاجه حصلت. هو كان لو كان شاطها ببطن رجله من جوه بصراحة غريبة قوي. لو كان شاطها ببطن رجله من جوه لبره كانت جت جون. احنا هنرجع بالزمن ما خلاص ما خلصنا. يعني انا بالنسبه لي التعليق ساعه الماتش وخلاص وخلص الكلام، لكن هنقعد نجعلصها أفاجأك؟ ولابسين لي بدل وملايين بقى بتتعدى. والله ده في برامج وقنوات أصلا عن الموضوع ده، بس انا بصراحه ما بفهمش الحاجات دي ولا قادر افهمها ولا قادر استوعبها. بس في ناس بتستوعبها وبتفهمها وبتحبها عادي. هو الماتش خلص خلاص خلصنا. وعايز اقول لك ان ده برضو اهتمام معدي، ده حتى اللي مالهمش في الكوره قوي بيتعدوا منه، وتلاقي المحلات والكافيهات مستنيه مواعيد المباريات وتعرضها. لا 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 لا، احساس تاني خالص، طاقه كده جماعيه منظمه معديه للغير، شغف عالمي، مغناطيس كبير بيشد العالم. طب انا اقول لك على حاجه، انا مره كنت مروح والموقف ده حصل بجد. انا كنت ماشي في الشارع وكنت ما اعرفش ان في ماتش شغال والدنيا سكوت، وفجاه جه جون. انا اتسرعت، نطيت من مكاني بجد، عملت باك فليب من الخض. مش قادر اوصف لك، الشوارع بتتهز، الناس كلها قاعده في البيوت والقهاوي بتتفرج وهس عشان ايه؟ مستنيين الجون يجي. دي حقيقة فعلا. عشان كده بقولك اذا كانت كلمه اكبر يعني اكتر اهميه، فنهائيات كاس العالم هي بالتاكيد اكبر من الالعاب الاولمبيه، على الرغم من انه من الصعب جدا تحددي حجم اهميتها. أقنعتني. خلاص يا عم، صوتنا النهاردة 3-2 لكاس العالم. ويا ترى انتوا صوتكم لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة، مش ماتشات كاس العالم بس ماتشات صوتك لمين. انجوي.